لما تخذلك البرايا بصيح يا رب، لما الشفا يقلب وبا ويتسكر الباب، لما الأخلاء ينكروا من الماضي ما طاب، لما في إدلب النسى بصيح يا رب، بصيح يا رب. واطفاله من تحت الردم وش نشرح لها، وما تعرف غير المحبة بس وين أهلها، ويا ربي من عالي السما نزلنا حلها، وملينا من هذا الظلم وجيناك للباب، جيناك للباب يا رب الأرباب، لاجع على الباب يا رب الأرباب، لاجع على الباب. كل الخلق يا خالق يباعون بتراب، كل الخلق يا خالق يباعون بتراب، وما كنت اظن العربان ما بيها فزعات، اهل لي شامر والعقل واخواتي واخوات، وين اللي صاحوا للذله هيهات وهيهات، وما جانا بس منهم خبر ولا دزوا كتاب، ولا دزوا كتاب. وين أمة الإسلام اللي عددها مليار، وما شافوا اليتامى والنساء الأطهار، والنازحين اللي عافوا دار بثر دار. لرحمتك يا خالقي افتح لنا باب، افتح لنا باب يا رب الأرباب، لاجع على الباب يا رب الأرباب، لاجع على الباب. كل الخلق يا خالق يباعون بتراب، كل الخلق يا خالق يباعون بتراب، وكل البشر تحيا بفرح 2020، واحنا بخيم تحت المطر شهور وسنين، وما ظل حجر الا نطق اهش بعد وين، ما ظل اهل ما ظل وطن تراب بتراب، وكل البرايا تجتمع في كل الاعياد، وبس احنا من بين البشر ببلادي وبلاد، وعفنا حبايب بالسجن من غير ميعاد، وعند الردم تحت القصف ودعنا الأحباب يا رب الأرباب، لاجع على الباب يا رب الأرباب، لاجع على الباب. كل الخلق يا خالق يباعون بتراب، كل الخلق يا خالق يباعون بتراب. في مخيمات النزوح واللجوء هناك في الشمال السوري. أعانكم الله على الشتاء، أعانكم الله على المطر، أعانكم الله على البرد، أعان الله من يعيش الآن في تلك الخيام المهترئة التي رأينا تلك الصور القاسية والمؤلمة. أنت الآن تجلس في بيت كبيوت جميع اللاجئين السوريين، تقول أنه لا يوجد فيه ثلاجة، لا يوجد فيه براد. نعم. أنت ربما الآن الناس يرون الإضاءة عندك، لكن هذه ليس إضاءة الكهرباء، هذه لا يوجد كهرباء أصلا، وإنما على البطاريات والطاقة الشمسية. فسبحان الله، بالأمس كان العالم يحتفل بقدوم سنة جديدة، والألعاب النارية التي أطلقت في الهواء في الدول العربية وفي الدول الأوروبية هي كانت كافية أن تنهي مأساتكم. والله يعني ثمن تلك الألعاب النارية التي قدرت بملايين الدولارات وأطلقت بالأمس في الدول العربية احتفالا برأس السنة الجديدة، والله كانت كافية أن تنهي مأساة من يعيشون الآن من الأطفال والأرامل والنساء والرجال وكبار السن، من يعيشون في خيام في القرن ال21. والله كانت كافية أن تنهي هذه المأساة التي تعيشونها. لكن أنا دائما أقول عذرا، فنحن في زمن الذل، نحن في زمن العار، نحن في زمن حالت فيه الأشياء عن عاداتها وانقلبت فيه الآيات، وما أصبحنا نرى إلا الذل، وما أصبحنا نرى إلا أخبار المغنين والراقصات. وأنا قلت الأطفال الذين عندكم الآن لو أنهم صرخوا بمايكات عرب آيدول والله لسمعهم العرب، والله لو أنهم حملوا ميكروفونات عرب آيدول
والله لسمعهم العرب ولاستجاب لهم العرب. نعم، لكن عذركم أنكم أهل سنة. وأنا قلت والله لو أنتم كنتم صليبيين لانتصرت لكم أمريكا، ولو أنتم كنتم مجوسيين لانتصرت لكم إيران، ولكن عذركم أنكم أهل سنة وجماعة، ولهذا الجميع ينتقم منكم، لأنكم أهل سنة وجماعة وأهل عقيدة، لأنكم أبرياء، لأنكم أنقياء، لأنكم أتقياء. رضيتم أن تعيشوا تحت المطر، وأن تعيشوا في الطين، وأن تعيشوا في الدل، بدل أن تذلوا رؤوسكم للطغاة وللمتكبرين. فأنا أقول الفخر لكم، وأنتم أعظم الناس برغم ما أنتم فيه. وشعاركم تموت الحرة ولا تأكل بثديها. نعم والله، تموت الحرة ولا تأكل بثديها. فأنا أقول لكم أخي محمد، الفرج قريب بإذن الله عز وجل. اصبروا وصابروا ورابطوا، واحتسبوا هذا الألم وهذا البرد وهذا الصقيع وهذه المعاناة، احتسبوها عند الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله لن ينسانا. لنا موعد عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله. لنا موعد عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل سيرينا آية قريبا إن شاء الله، قريبا سيرينا آية في كل هؤلاء الظالمين، سيرينا آية في الحكام الذين الآن يرون بأعينهم مأساتكم وأنتم تموتون من البرد ومن الجوع ومن الألم لكنهم صمتوا. سيرينا الله آية في علماء السوء وعلماء البلاطين وعلماء السلطان الذين يخرجون الفتاوى الآن في تحريم والحلال والحرام في رأس السنة، وتركوا مأساتكم أن يتكلموا عنكم، الذين الآن يخرجون الفتاوى فقط في المواسم. في المواسم ينشط هؤلاء العلماء. أما في مأساة من هم المسلم للمسلم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من ستر مسلما ستره الله. يا أخي مسلمات، هؤلاء مسلمات، نساء عفيفات، أطفال، رجال، نساء، استروهم من البرد، استروهم من الصقيع. لكن هؤلاء العلماء ما فاضيين، هؤلاء العلماء غير متفرغين، هؤلاء العلماء أكلوا من مرقة السلطان فاحترقت ألسنتهم عن قول الحق. نعم، شربوا من مرقة السلطان فاحترقت ألسنتهم عن قول الحق، من أن ينصروا مسلمين يقولون لا إله إلا الله. ماذا يقول أطفال إدلب؟ ماذا يقول أطفال المسلمين في الشمال السوري؟ ماذا يقولون؟ هم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لاجئ على الباب يا رب الأرباب، ينادون رب الأرباب. إذا لم تقفوا معهم اليوم ولم تكونوا رجال ولم تكونوا اليوم في صف الحق، فما إخوانكم يموتون من البرد، يموتون من الجوع، يموتون من الألم. نساء يعشن الآن تحت البرد والصقيع والشتاء. ألا تستروا هؤلاء إخوانكم المسلمين؟ لكن ماذا نقول؟ وأنا قلت وما زلت أقول أنه لنا موعد عند الله ستكشف فيه السرائر، لنا موعد عند الله لنرى بأعيننا كيف يثلج الله صدورنا ويشفي صدورنا بالانتقام من علماء السلاطين ومن الحكام الذين تركوكم كما أنتم في هذه المعاناة. اصبروا إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. جزاكم الله خير أخي محمد. الله يجزيك خير شيخنا الشيخ محمود، وشكرا لك أنك يعني سمحت لنا أن استغفر الله نبرز وأن نري المسلمين والناس هذه المعاناة. وإن شاء الله يعني بعد انتشار هذا البث المباشر الذي كان فيه الآلاف في هذا البث، إنه يعني نترك كمان الباب مفتوح لمن أراد التبرع لإخواننا والمساهمة والمساعدة لإخواننا في الشمال السوري. عسى الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر لنا ولكم، والدال على الخير كفاعله إن شاء الله. الله يجزيك عنا كل خير، جزاكم الله عنا كل خير يا شيخنا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا أستاذ محمد، وأبلغ سلامنا لكل الأحبة عندكم. الله يسلمك يا رب ويبارك فيك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أحبابنا، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذا لم تستطع أن تقدم شيء وليس في اليد حيلة، فلا أقل من أن تقدم. حولنا بدنا نبلغوك السلام شيخنا. السلام حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. نتشرف بك وبهم أستاذ محمد. يا مرحبا بالأطفال، مرحبا بالرجال. أنتم الأطهار، أنتم الأحرار إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله بكم نرفع الرأس والله. على راسي والله. الله يبارك فيك. غدا سيزهر الياسمين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يجزيك عنك الخير. جزاكم الله خير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.